متابعة للأوضاع بتاعة المغرب اللي احنا هنبقى واخدينها مش كيس ستادي، بس ده اللي احنا بنتكلم فيه. اللي احنا بنتكلم فيه للأسف في ناس بتخسر يعني. وطبعا لسه في المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أحد الأصدقاء بعت لي يعني زي كده تنويه إنه المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعني فيما معناه مطلع يعني تفصيلة أو مطلع حاجة إنه لو الشركة عايزة تصدر للمغرب فهي يعني المدير الشركة بيكتب تعهد إن هو المتحمل المسؤولية. عفوا. فده كده كان، معرفش إذا كنت جاوبت على حضرتك يا أستاذ خالد ولا لأ، بس لأ، هو مش لازم عقد عمل. وبرضه وضح لي برضه في التعليقات بمعنى إيه عقد العمل اللي حضرتك قصدك. طيب، المغرب ومصر. طبعا بص، احنا برضه للناس الموجودة لايف في المفروض إن اتفاقية تجارة حرة. ودي بترفع كل القيود اللي على التجارة ما بين أربع دول، ما بين مصر، المغرب، تونس، والأردن. بهدف إيه؟ بهدف إنه يبقى في نوع من التجارة البينية وتشجيع للتجارة ما بين الدول العربية، تحديدا الأربع دول دول. وإن الأربع دول دول ليهم اتفاقات يعني مختلفة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، في ظل بقى الشراكة الأوروبية المتوسطية، في ظل الاتحاد من أجل المتوسط، كل التفاصيل دي. طيب، فالمفروض إنه في إعفاء جمركي في كل العلاقات التجارية والتبادل التجاري اللي ما بين الدولتين دول. يعني لو أنا بتكلم إن هم ما بين الأربع دول، مصر، المغرب، تونس، والأردن. لكن المفروض إنه في الكيس بتاعت مصر والمغرب المفروض إنه مصر تصدر المغرب من غير قيود جمركية والعكس. وإنه في ميزة في الاتفاقية دي، واللي هي اتعملت يعني في 2000، أو بدأ الاتفاق عليها في 2004، وبدأت تدخل ويبقى في استفادة ليها من 2007. بحيث إنه يبقى في يعني نوع من تراكم قاعدة المنشأ، بحيث إنه ممكن يبقى منتج هو عفوا اتصنع في مصر، او رو ماتيريال من مصر. رو ماتيريال ده راح المغرب اتعملت عليه بروسيس، راح تونس اتعملت عليه بروسيس اعلى، بعد كده راح الاردن اتعمل له فينيشنج، بعد كده يخش الاتحاد الاوروبي فيخش بكذا فايدة، او بكذا مركبة ان في استفادة، الادد فاليو. لكن المشكلة، طيب هل مين اكتر دولة المفروض انها مستفيدة من اتفاقية اغادير؟ أكيد مصر هي أكتر دولة مستفيدة من اتفاقية الغدير. المفروض الأرقام اللي أنا مثلا كنت سامعها، ويعني بنعمل برضو أنا والتيم بنعمل ريسيرش عنها وعن تفاصيلها وعن الدنيا بتاعتها، في إنه يعني إن إحنا بنصدر للمغرب ب 1.3 مليار دولار، 1.3 مليار دولار. طب المغرب بناخد منها حاجات بقد إيه؟ بناخد منها حاجات في حدود 300 مليون دولار، كان أغلبها عربيات، تحديدا ماركة فينو. الكلام المتداول انه طبعا في فكرة انه لما يبقى المجلس التصديري للصناعات الغذائية مطلع حاجة زي كده، بان احنا اكتر من حد اتكلم بانه بدأ ان يبقى ان الحاجات موجودة بقالها فترة من منتجات مختلفة، منها منتجات يعني عمرها طويل، فممكن في ناس تقدر تستحمل ان الحاجه، بس طبعا برضو فكره ان الحاجه قاعده في المينا هناك ما دخلتش. وفكره الابديت اتمنى يعني برضو ان احنا هنبقى بنتابعه، انه القرار متاخد انه لا، انه يتم يا اما يتم اعادتها تاني لمصر، او يتم اعاده تصديرها لدوله تانية. فده معناه انه في مشكله. المشكله دي ابعادها ايه وتفاصيلها ايه؟ هل هو الظاهر وفقط في إنه الميزان التجاري ما بين مصر والمغرب في مصلحة مصر،
بأن مصر بتصدر للمغرب مجموعة كبيرة من المنتجات بأرقام كبيرة، والعكس مش موجود، وإنه العربيات المغربية اللي جاية من المفروض من ال 300 مليون دولار دول نزلوا لحاجة 70 مليون دولار. فبقى بالنسبة للمغرب لا، أنا مش مستفيد حاجة بالقصة دي. هل ده بس؟ مم، وارد. هل المستجدات الأخيرة اللي ليها علاقة بغزة، ليها علاقة يعني بالعلاقات ما بين المغرب والكيان، هي علاقات كويسة نوعا ما؟ كان في يعني، فالموضوع فيه سياسة للأسف يعني، في سياسة وفي سياسة مش نظيفة، ده اللي واضح يعني. مين اللي بيدفع الثمن؟ طيب، نيجي للجانب المصري. طبعا المجالس التصديرية نشوف ماشي، بس الناس اللي بتطلع وبتصدر، هي بتطلع وبتصدر في تأمينات على الشحنات دي، في تأمين، في عقود، في طب ايه الوضع؟ هل الموضوع متنظم والموضوع كده ماشي يعني بالبركة، ببركة دعاء الوالدين؟ فدي مشكلة، أعتقد إن هي مشكلة كبيرة، مشكلة ممكن تزيد، لأن فكرة إن قرار، أو طبعا ما بين التهوين والتهويل، بس لما يطلع يعني بيان أو هام أو عاجل من المجلس التصديري للصناعات الغذائية بيقول إنه اللي عايز يطلع حاجته المغرب هو على مسؤوليته الشخصية، وإن هو يتحمل إنها هتقعد في المينا أو طبعا، وكنت تحديدا في الصناعات الغذائية طبعا، لكن لأن لو أنا بقى لو خضار أو فاكهة دول مش هيستحملوا، فدي هتبقى خسائر. فطب اعمل حاجة وضح الدنيا عاملة ازاي، بحيث انه تمام. واحنا برضو اللي بنحاول ان احنا نعمله هنا ان احنا نوعي الناس ان في يا جدعان أزمة مع المغرب، في مشكلة مع المغرب. فطبعا في ناس معكوكة في القصة، الله يكون في عونهم وربنا يقويهم، وبرضه حابين ان احنا نتواصل معاهم ونسمع صوتهم ونشوف. بس الناس اللي طلعت ديت، انت مطلع شحنة واتنين وتلاتة، الطرف المغربي والسلطات، طب يعني المشكلة في ايه؟ المشكلة بس ان الحاجة اللي داخلة من المغرب لمصر فيها مش، طب برضه حتى ماشي يعني، هو المفروض ان الحكومة المصرية مثلا تعمل ايه؟ انا مثلا لو انا بصدر سيراميك، ولا بصدر اسمنت، ولا بصدر حديد للمغرب، والمشكلة في إيه؟ يعني المشكلة في انه البضاعة اللي موجود دي العداد بيعد بشكل يومي، يعني الخسائر اللي ممكن تبقى موجودة، اللي بتزيد، اللي بتتضاعف دي بأرقام. فكرة انه مرة واحدة تمام، فانت يعني طبعا دي مشكلة، ولازم يبقى ليها حل، وليها حل مش حل يعني لا تعالى يا حبيبي انت واخوك بوسوا بعض واحضنوا بعض وقولوا باي باي قدام الكاميرا، لا، ما هو الموضوع لازم يبقى محلول بشكل صح. ودي الحاجة التانية اللي احنا بنتكلم عنها، ان انت لما بتصدر او بتطلع حاجتك، طبعا ان احنا حلو والتصدير وحاجة، بس لازم وانت بتطلع الحاجة بتاعتك تطلعها صح. تطلعها وانت عامل عقود، العقود دي بتضمن حقك، لان الوضع زي اللي احنا موجود فيه تاني، وانه الموضوع هل هو له ابعاد سياسية ولا لا؟ قد يكون قرصة ودن من بعيد خالص، انت مش حاطط يعني يعني مش برقم فظيع، يعني مش رقم رهيب، بس في خسائر. بس يعني إلى حد كبير جدا الموضوع كده فيما يتعلق بالمغرب ومصر، واضح إنه المشكلة هتزيد. الموضوع لازم يبقى له حل صح مظبوط، في اتفاقية أغادير، ودي اللي هنشتغل عنها وهنشتغل عليها بشكل رئيسي وأساسي. الاتفاقية دي واضحة، ليها قواعد، ليها سيستم. ولما انت كدولة او انت دولة ذات سيادة على عيني وعلى راسي، بس في قانون دولي وفي اتفاقات ومعاهدات، فالاتفاقية دي تتوقع عليها واشتغلت، فلازم نبقى يعني الناس اللي عندها مشاكل او عندها خسائر، ولازم اللي هنا بقى المجالس التصديرية المختلفة لازم يبقى ليها
يعني شكل، ليها تصرف هي بتعمله. الناس اللي طلعت حاجاتها، طبعا في ناس بتخسر، في ناس ممكن تقول لك يعني، بس الاهم من ده انه يبقى الموضوع معروف انه لا والله المغرب كده مقفوله لفتره قد كذا. يعني في حاجات احنا مثلا، في ناس كانت بتطلع حاجات مثلا او بتصدر لروسيا، بتصدر لاوكرانيا، فخلاص فانت عارف ان في حرب في روسيا او في، ف يعني او بدات تلاحظ ان في خلافات، ان في مشاكل، فشويه بشويه بدات تقول لا والله ان الدنيا كده مش هتبقى نافعه أو. ف يعني طبعا احنا هنبقى بنتابع الموضوع ده، هنبقى بنتكلم في تفاصيل اتفاقية أغادير، بنشوف حلول للناس اللي عندها مشاكل. و يعني طبعا شيء مش لطيف خالص، يعني كده كده الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم مش ألطف حاجة. فيعني الله يكون في عون طبعا المصدرين المصريين اللي في المشكلة دي. ويعني نتمنى ونعمل كده نوع من النداء لكل السادة المصدرين المصريين اللي بيعانوا في ظل عدم وضوح الرؤية. يعني بلاش هستخدم أي مصطلح تاني، لأن برضه المصطلحات وضبطها مهم جدا في حاجة زي كده. خصوصا طبعا أنا شايف في حاجات عك كتير موجودة على اليوتيوب، عك بهبل يعني، الناس مش فاهمة ولا، وكل اللي هي قاعدة بتعمله هي بتقرا وبتتفزلك وبتتحزلق وبتخبط وبتقل أدبها، وفرحانة باللايك وبالشير وبالكومنتات، وانه اصل كذا ومش عارفة مين في المغرب. لا خالص، هو الموضوع تمام، حضرتك دولة ذات سيادة على عيننا وعلى راسنا، بس في اتفاقات وفي معاهدات. اخد الحق حرفة، ولازم انه يبقى ده، يعني يبقى المنطق اللي احنا شغالين بيه طول الوقت. اخد الحق حرفة، خصوصا في العلاقات الدولية، خصوصا في التجارة الدولية. لانه في الاول وفي الاخر انت مش تاني، مش الموضوع ان احنا لا معلش حقك عليا فكره تقبيل اللحى وان الناس كلها حلوه والناس كلها بتحب بعض، ده مش حقيقي. بس فاحنا يعني نتمنى انه يبقى في انفراجه في الازمه دي، هنتابع الازمه دي بشكل يومي، وان شاء الله يبقى في حل باذن الله. آم، طبعا انا يعني مش ما كنتش حاطط في الاعتبار او البلان انه يبقى الفيديو حزين كده، بس نتمنى ان شاء الله انه الموضوع يبقى الطف الفترة اللي جاية. كان مع حضراتكم باسم سمير بتاع تصدير من على قناتكم، قناة فيروز هاب، وقناة بتاع تصدير. تحياتي للجميع.